جسر شهارة. يقع جسر شهارة في منطقة جبلية شاهقة بمحافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء. يعتبر هذا الجسر واحدا من أهم وأبرز المعالم التاريخية والهندسية في اليمن. بجانب دوره الوظيفي، يعد الجسر رمزا من رموز الحضارة اليمنية التقليدية. سنستعرض في هذا التقرير تاريخ الجسر، مراحل بنائه، أهميته الاستراتيجية، معالم منطقة شهارة، وأبرز ملامح محافظة عمران. تاريخ جسر شهارة. بني جسر شهارة في أوائل القرن السابع عشر الميلادي في عهد الإمام يحيى حميد الدين بهدف ربط قريتي شهارة الفيش وشهارة الأمير. كانت هاتان القريتان تفصل بينهما فجوة كبيرة وواد عميق جعلت التنقل بينهما شبه مستحيل، خاصة في ظل التضاريس الجبلية الوعرة التي تحيط بهما. قام المهندسون اليمنيون بتصميم هذا الجسر بطريقة عبرية، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 20 مترا وطوله حوالي 60 مترا. تم استخدام الحجارة الضخمة المتاحة في المنطقة، مما أعطى الجسر صلابة وقدرة على الصمود أمام الزمن وعوامل الطبيعة لأكثر من 400 عام. يعتبر جسر شهارة واحدا من أبرز إنجازات الهندسة التقليدية في اليمن، ويستمر في تقديم خدماته للسكان حتى يومنا هذا. أهمية جسر شهارة. لم يكن جسر شهارة مجرد وسيلة للتنقل، بل كان حلقة وصل استراتيجية بين القريتين، وساهم في تسهيل نقل البضائع والمواد بينهما، مما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي والاقتصادي. قبل بناء الجسر، كانت الرحلة بين القريتين تستغرق ساعات طويلة عبر منحدرات خطرة، وكان عبور الوادي يمثل تحديا كبيرا للسكان. بمرور الزمن، أصبح الجسر معلما سياحيا مهما، حيث يجذب الزوار الذين يرغبون في استكشاف الجمال الطبيعي والهندسي لهذه المنطقة، والتمتع بالمناظر الخلابة التي تحيط بالجسر من جميع الاتجاهات. يقع الجسر في مدينة شهارة، وهي جزء من محافظة عمران. الجسر يربط بين جبلين في قرية شهارة الفيش وشهارة الأمير. يتميز الموقع بارتفاع شاهق، حيث يعطي الجسر منظرا بانوراميا فريدا على الوديان العميقة والتلال المحيطة. منطقة شهارة معروفة بجبالها العالية وطرقها الضيقة المتعرجة، مما يجعل الوصول إلى الجسر مغامرة في حد ذاتها. ومع ذلك، يبقى الموقع مقصدا للزوار من مختلف أنحاء اليمن ومن العالم لاستكشاف هذا الجسر التاريخي والمناطق المجاورة له. أبرز معالم منطقة شهارة. البيوت الحجرية التقليدية تشتهر. منطقة شهارة بالبيوت الحجرية التقليدية التي تم بناؤها بالحجارة المحلية، مما يضفي على المنطقة طابعا تاريخيا وأصيلا. هذه المنازل تعبر عن العمارة اليمنية القديمة التي تمزج بين البساطة والمتانة. المساجد القديمة. تضم منطقة شهارة العديد من المساجد التاريخية التي بنيت قبل قرون وما زالت تحتفظ بعمارتها الإسلامية الأصيلة. الطرق الجبلية. تعد الطرق الجبلية في شهارة واحدة من التحديات الأساسية في المنطقة، حيث تتميز بانحداراتها الشديدة ومنحنياتها الخطيرة، لكنها تعطي للزائر فرصة للتمتع بالمناظر الخلابة. محافظة عمران. تعتبر محافظة عمران من المحافظات التاريخية في اليمن. تضم مدينة عمران القديمة، وهي مدينة معروفة بتاريخها الطويل وبيوتها المبنية على طراز عماري قديم، كما أنها تحتضن العديد من المعالم الإسلامية والحضارية منها الجامع الكبير بعمران. مدينة عمران تعتبر منبعا للثقافة اليمنية، بما تضمه من سوق قديم ومنازل بنيت في القرون المنصرمة، وكانت مركزا للتجارة والحضارة في المنطقة. يظل جسر شهارة ومنطقة شهارة برمزها التاريخي والجمالي، ومكانتهما في التراث اليمني العريق، وجهة سياحية وتاريخية فارقة.
تجسيد هذه المعالم في فيديو قصصي يمكن أن يمنح المشاهدين نظرة أقرب لهذه المنطقة الفريدة، ويبعث فيهم شعورا بالعظمة التاريخية والجمال الطبيعي الذي تزخر به اليمن. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتبقوا على اطلاع دائم بكل جديد نقدمه. دعمكم يساعدنا على الاستمرار في نشر محتوى مميز والتعمق في المواضيع التي تهمكم. نود أيضا أن نسمع آراءكم في التعليقات. شاركونا أفكاركم حول المواضيع التي تودون أن نستعرضها في الفيديو القادم، أو أي اقتراحات أخرى لديكم. شكرا مرة أخرى على دعمكم، ونراكم في الفيديو القادم.